بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة جديدة، والسؤال هو أنا ليه بتألم؟ أنا ليه بحس بالوجع؟ أنا ليه بحس بالألم الجسدي؟ هو ربنا عايز يعذبني؟ هو إيه الحكمة في كده؟ بس قبل بقى ما أبدأ وأرد على الأسئلة دي، خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أول حاجة أنا محتاج أعرف يعني إيه ألم. الألم هو شعور جوايا أنا بقالي فترة حاسس بيه، واتخزن في جسمي في أعضاء معينة، ومع الوقت بقيت بحس بالألم في الأعضاء دي. طنشتها أو ما طنشتهاش، لكن معالجتهاش صح، معالجتش الشعور. فمع الوقت اتحول الألم إلى مرض في جسمي. المرض هو عبارة عن ألم كنت بحس بيه في العضو المصاب. طيب، وقبل ما احس بالألم كان عندي مشاعر بدون ألم، انا طنشتها ومركزتش فيها. المشاعر دي اتحولت لألم، والألم ده مع الوقت انا مركزتش عليه ومعالجتوش صح، فالألم ده مع الوقت اصبح مرض مزمن، ومع الوقت بيتطور وبيكون تلف في العضو نفسه او تلف في الاعصاب او ايا كان الامراض المزمنة اللي بتصيبني بعد كده. هندي مثال، مثلا شخص عنده مرض القلب أصبح بشكل مزمن عنده. هل هو على طول بقى مرض القلب مزمن على طول؟ لا، ده بيكون فيه تطورات وبيكون فيه مراحل عشان المرض يتحول لأنه يكون مزمن، وبعد ما يكون مزمن يؤدي إلى تلف العضو المصاب. طيب، في البدايات الشخص اللي عنده القلب ده كان بدايته خالص هو شخص كتوم، مش بيعبر عن نفسه وبيخزن مشاعره في قلبه. مشاعر ايه بقى؟ مشاعر الحزن، مشاعر الضيقة، مشاعر الإحباط، مشاعر الغضب، كلها بتروح للقلب وبتتخزن. ومع الوقت لما المشاعر بتتخزن في القلب أو في أي عضو بيؤدي إلى تلف العضو. فالشخص ده من البدايات كان بيحس بآلام خفيفة بتروح وتيجي على قلبه زي الناس كلها. بعد كده او قبل كده عادي كان عنده مشاكل في الضغط، ضغطه بيعلى، ومع الوقت الضغط العالي ادى الى ان القلب يحصل له مشكلة. ودايما الشخص اللي بيكون عنده مرض القلب بيكون في بداياته بيحس بيه احمال على كتفه او شد عضلي في كتفه وفي ظهره من النص. في سؤال تاني بقى، هل الشخص اللي جاله مرض القلب بشكل مزمن، يعني عنده اصابة في قلبه بشكل مزمن، هل الشخص ده كان عنده من البدايات قبل ما يجيله المرض ده اصلا، وقبل كل ده كان عنده صفات معينة في شخصيته ادت الى تطور المرض عنده؟ يعني هل الشخص بصفاته ممكن يكون هو اللي بيؤدي بنفسه الى ظهور المرض عنده؟ هقولك يا سيدي. يعني مثلا الشخص اللي جاله مرض القلب ده حساس جدا، كتوم جدا، ما بيعبرش عن نفسه، ما بيعبرش عن مشاعره، ما بيقعدش مع مشاعره، ما بيخرجش مشاعره، بيشيل الأحمال فوق كتافه، بيزعل بشكل عميق، حساس جدا لطاقات الناس اللي حواليه. الشخص اللي بيكون عنده مشاكل في القلب بيكون دايما عنده صفات معينة. يعني الناس اللي بيجيلهم مرض القلب بيكونوا مشتركين في صفات في شخصيتهم معينة بتربطهم ببعض، هي اللي بتؤدي الى ظهور مرض القلب عندهم. وده طبعا في اكيد حالات استثناء كتير، لكن بشكل عام كل مرض بيجيلك هو اكيد طبعا في جينات وعوامل وراثية، لكن كل مرض بيجيلك بيكون مبني بناء على كذا عامل. اول عامل هو انماط تفكيرك، تاني حاجة مشاعرك واحساسك والمشاعر المخزنة جواك من الصدمات، تالت حاجة ضعف الأعضاء اللي عندك أو ضعف العضلات أو ضعف الأعصاب، رابع حاجة تصرفاتك وأفعالك وعاداتك اللي انت بتمارسها في حياتك اليومية. فطبعا لما انت يكون عندك أنماط معينة انت ماشي بيها بشكل مغلوط أو بشكل غلط، ومشاعر مخزنة جواك من الصدمات انت ما تخلصتش منها، وأفعال عمالة بتضرك وبتضر جسمك، وربنا كل ده قاعد وشايف، فهو بيعمل ايه؟ بيوافق على تفعيل المرض علشان تاخد بالك ان انت عندك افعال وعندك مشاعر وعندك افكار وعندك تصرفات
انت محتاج ان انت تركز عليها، علشان انت كده بترمي نفسك في التهلكة. فلو ربنا ما فعلش المرض ده انت هتروح التهلكة ومش هتبقى واخد بالك من حاجة. طب ولو بطلت بقى، يعني لو بطلت افكارك دي، لو طلعت مشاعرك دي، لو غيرت عاداتك دي، المرض هيبتدي ان هو يهدى ويقل من طاقتك ويقل من حياتك تدريجيا. طب ولو ما بطلتش هتلاقي المرض عمال بيتطور يتطور يتطور لحد ما يؤدي الى تلف العضو، او انه مش بس تلف العضو، لا ده بيؤدي مع الوقت الى انه في اعضاء جنبه بتتلف، في جهاز عصبي بيتلف، في جهاز مناعي بيتلف، في حاجات في المخ بتتلف. فالمرض بيتطور بناء على قرارك انت وعلى اختيارك انت. فهو مش تهلكة من ربنا، ولكن هو اختبار من الله، لكن في نفس الوقت هو اختيارك انت ازاي هتتعامل مع المرض. هل هتوافق ان هو يتطور، ولا هتوافق ان هو يتحسن وانه ينتهي من حياتك، ولما هينتهي من حياتك انت هتكون شخص احسن؟ دكاترة المخ والأعصاب قالوا لك إيه؟ قالوا لك إن المخ عامل شبه السنسر الحساس اللي هو بيكون زي اللي موجود في العربية ده. الحساس لما بيكون موجود جوه العربية، انت بتكون لما بترجع لورا بالعربية وفي طوبة بتلاقي عامل لك تيت 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 عشان تاخد بالك عشان ما تخبطش الرفرف، صح؟ اهو الاعصاب نفس الموضوع، لما بتحسسك بالالم، الالم بيبقى عامل زي تيت 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 عشان يقولك ان انت عمال بتخبط، وخد بالك انت بتخبط، خد بالك انت بتخبط. فالمفروض انك ما تحسش بالخطر، انت المفروض تبطل وتقف عشان ما تخبطش. يعني من الاخر محتاج ان انت تغير افكارك وافعالك وعاداتك علشان الالم ده يروح وينتهي. فهي الاعصاب من الاخر كده دورها ان انت تحس بالمتعات، وكمان تحس بالآلام. والآلام نعمة من عند الله علشان تقولك انك تتوقف. تيت 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 معناها انك ستوب، توقف. لكن بقى للأسف في نوعين من الأشخاص. نوع لما بيشوف الألم بيقولك يا عم كبر دماغك، هيروح مع الوقت إن شاء الله، سيبك منه. ونوع آخر اللي هو النوع ده بيبقى اسمه النوع التجنبي، بيتجنب الألم. ونوع آخر لما بيشوف الألم بيخاف منه، بيتوتر منه، بيترعب منه، بيحس إن هو في حالة من الخطر. النوعين دول بيكونوا عندهم اللي هو فوبيا أو رهاب الألم، أو الخوف الشديد من الألم. لا، وفوبيا الألم بقى ورهاب الألم دي حاجة كبيرة، احنا محتاجين إن احنا نتكلم عليها في حلقة أخرى. لكن خلينا متفقين إن الألم شعور مهم لازم ان احنا نحس بيه، وهو جزء مهم من حياتنا ومن يومنا، عشان يعرفنا فين مشاكلنا اللي احنا محتاجين نركز عليها علشان دايما نحافظ على صحتنا. فالألم والمرض ربنا ما حطهوش لينا عشان يعذبنا، وعلشان هو يقعد في السماء ويتفرج علينا ونحن في حالة من الألم، وان هو ما يوافقش ان هو ينزل ويعمل لنا المعجزة على طول. لا، هو ربنا له حكمة، ربنا له حكمة ان احنا يسيبنا عندنا مرض عشان عايزنا نتغير وعشان نكون احسن. لان الانسان ما بيعرفش قوته، ولا الانسان بيعرف قدراته غير لما بيطلع بره دايرة الراحة، بيعرف هو فعلا مقامه قد ايه. وربنا بينزلنا على الارض علشان هو اصلا مدلنا مقام، لقد كرمنا بني ادم. فهو ربنا مخلينا خليفته على الارض، يعني احنا اعظم واقوى حاجة على الارض. ولكن الانسان لا يعلم قدراته ولا قوته الا لما بيتحط تحته او بيتحط فوقه ضغط. فلما بيتحط فوقه ضغط بيكتشف قدراته وقوته، لما بيقرر ان هو يتحدى ويكون قد المسؤولية، قد مسؤولية شفاء نفسه، ويقرر ان هو يمشي في سكة الشفاء. فلما بيمشي في سكة الشفاء بيؤدي الى ان شاء الله الى شفائه، فيكتشف ان هو مفيش حاجة تقدر تهزمه ولا تغلبه. كان معكم بقى سلام سعد، واتمنى تكون الحلقة فادتكم وعجبتكم. تابعوني واشوفكم على خير.